السياسيين إن مهمته هي إعادة الثقة بين الشرطة والأهالي ومحاربة البلطجة. وأكد مدير الأمن عدم إقامة مباريات لكرة القدم في ملاعب بورسعيد إلا بعد الحكم في قضية أحداث مباراة الأهلي وبورسعيد. وفي خبر آخر، وفي محافظة بورسعيد أيضا توقفت حركة العمل الجمركية تماما بالميناء الغربي بعد إعلان أكثر من 300 موظف بالجمارك إضرابهم عن العمل بسبب قرار وزير المالية إحالة 22 من زملائهم إلى النيابة العامة على خلفية تهريب حاويات من منافذ بورسعيد الجمركية من دون سداد كامل رسومها المستحقة للدولة. وأغلق الموظفون محيط الميناء الغربي ومنعوا السيارات من الدخول والخروج. معنا الصحفي أحمد الجمال من محافظة بورسعيد. أحمد، هل ما زال الميناء مغلقا حتى الآن؟ نعم الآن ترك العدد الكبير الذي أضرب عن العمل صباح اليوم من موظفي الجمارك باب رقم 20 و21 وعادوا إلى داخل الساحة الجمركية، ولكن ما زال الموظفون مضربون عن العمل ويقولون ويؤكدون أنهم متضامنون أو أن إضرابهم بسبب إحالة 22 منهم إلى النيابة العامة بعد اتهامهم بالتورط في تهريب أكثر من 116 حاوية من السراد الوارد بميناء. إذا كان الموضوع في النيابة العامة الآن، يعني ما هي مطالب الموظفين؟ الموظفون في جمارك بورسعيد يقولون أن الموضوع كاملا فيه لبس، هذا على حد وصفهم. قالوا أن 116 حاوية قام الموظفون المسؤولون عن التسليم والتعريفة الجمركية بتتميمها بشكل إجرائي متكامل، وتقاضت الجمارك على هذه الحاويات 116 حاوية أكثر من 2 مليون جنيه في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون أن الرسوم المستحقة على مثل هذه الحاويات تتعدى 28 مليون جنيه. ولذلك أصدر وزير المالية قرارا بإحالة 22 إلى النيابة العامة. الموظفون أيضا أكدوا أن هناك مجموعة من 22 موظف قالوا على حد وصفهم أنها مظلومة، وطلبوا بمراجعة قرارات وزير المالية وأنها على حد وصفهم في غير محلها. العمل الآن قال لنا مسؤول بمنطقة الساحات بالحاويات أنه تعطل لأكثر من 10 ساعات بسبب إضراب موظفي التعريفة الجمركية والتسمين الجمركي، ولكن مدير الأمن قال لنا في تصريح خاص أن العمل بدأ يعود جزئيا، وبدأت الشاحنات تخرج من ميناء بورسعيد بعد استكمال الإجراءات الجمركية عليها. شكرا. الصحفي أحمد الجمال من محافظة بورسعيد. ننتقل إلى